السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناتنا وادي الذئاب الفوضى. موضوعنا اليوم هو نسبة مشاهدة مسلسل المناوبة للحلقة الخامسة. ريتينج مسلسل المناوبة للحلقة الخامسة ليوم 7 أبريل 2019 احتل المركز الثامن عشر بنسبة 2.17، ذلك متراجعا بذلك بنسبة كانت في الأسبوع المقبل كانت ب 2.62%، وهو تراجع كبير. في الحقيقة إن قصة المسلسل قصة جميلة، لكن الكاست ضعيف جدا، لم يحسنوا اختيارهم، وكل الممثلين لهم أدوار ثانوية بمسلسلاتهم الأخرى، زائد أن قصة المسلسل هي قصة مكررة، عساكر وإرهاب، والمشاكل في المسلسلين بنفس المحتوى، عساكر وإرهاب حاليا. والمشكلة الأكبر أن واحد من أهم المسلسلات يعرض بنفس اليوم الذي يعرض فيه مسلسل المناوبة، ونسبة مشاهدته هي نسبة جميلة ورائعة، وهو المحارب. مسلسل المحارب لديه متابعون كثيرون، وهو يعرض من أكثر من 3 سنوات، ومن الصعب إقناع متابعي هذا المسلسل ترك هذا المسلسل واتباع مسلسل المناوبة. يبدو من الغباء أن يضعوا مسلسل المناوبة المسلسل العسكري مع مسلسل عسكري آخر وهو المحارب. هذه المقارنة لم تنجح. يبدو أن مسلسل المناوبة قد وقع على وثيقة توديعه بالشاشة بصفة رسمية بعد هذا الريتنج السيء للغاية، واستمرار المسلسل سيكون لعدة حلقات أخرى لا أكثر، والهدف من استمرار المسلسل حتى يتم بيعه خارجا لبعض الدول الراغبة بعرضه في بلادها، كما وقع مع مسلسل الاصطدام وعدة مسلسلات أخرى. على العموم، لو استمر الريتنج بهذا السوء للحلقات القادمة ولم يقم أحد بشرائه خارجا للدول التي ترغب بشراء هذا المسلسل، فإن من المحتوم ومن المؤكد أن يتم إيقاف المسلسل المناوبة بصفة نهائية. في النهاية أشكركم على حسن انتباهكم، لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.